لو عاوزة تنوري وتلعلطي وتكوني عاملة زي اللمبة الليد ال 180 واط وتكوني دايما ماشية بشرتك صافية وزجاجية، جيبي ورقة وقلم واكتبي مكونات الماسك ده. الماسك ده اللي كل الكوريين بيعتمدوه في الفيديوهات بتاعتهم. اول حاجة هتجيبي لبن وهتحطي عليه معلقة من القهوة، طبعا احنا عارفين ان القهوة فيها كافيين بيعالج البشرة وبيقلل كمان من التصبغات. وبعد كده هتجيبي 3 معالق من دقيق الرز. دقيق الرز ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تفتح بشرتك وتعالج الاكسده والتصبغات وكمان تنورها وهتعمل لك جلو حلو جدا في بشرتك. واخلطيهم كلهم مع بعض وحطيهم على بشرتك لمده تلت ساعه. اهم حاجه ان البشره تكون نظيفه، وبعد كده قشريه بالراحه. وبعد ما تغسلي بشرتك لازم ترطبي بالمرطب المناسب معاكي علشان ما يحصلكيش جفاف. جربي الماسك ده مرتين في الاسبوع، ويا ريت لو جربتيه وطلع معاكي جامد زي ما قلت لك تقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا الاء جمال، سكين كير اند هير ثيرابيست. مع السلامه.